شوف الفيديو للمنقبات دول، تابعوا كده بالراحة للآخر. أنا الحقيقة ما كنتش فاهمة هما بيعملوا إيه. هما جايبين لها حاجة ملفوفة هتفقع البالونات، وطبعا كلهم واخدين الدبابيس من شعرهم، يعني مش جايبين لها دبوس ليه معرفش. وفي أغاني وموسيقى وواحدة ست بتغني وفي رجالة هم موجودين وحفلة كبيرة. اوكي، وبعدين في الاخر هتلاقي ايه؟ غالبا صورتها هي ووالدتها. اوكي، طبعا الاخوة بيسألوني هو البالونات مالها، معرفش بصراحة. يعني البالونات دي اختراع. بس شوفوا بقى تعليقات الناس. اولا يعني معلش يعني سامحوني، ايه الفايدة؟ طب ما انتي ما تخلي عندك في اوضتك لوحدك في درج الكومودينو صورة لمامتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضراتكم شفتوا معايا واحدة نصرانية جايبة مجموعة من المنتقبات في حفلة وبتعرضها على مشاهديها وبتسخر منهم. طبعا الفيديو طويل وأنا مش حابب أعرضه كله، لأن هذه النصرانية أدخلت نفسها فيما لا يخصها. الآن دول مسلمات منتقبات بيحتفلوا إن شاء الله بيحتفلوا بالفجل. أنت كنصرانية ما دخلك؟ جاية في وسط المسلمين وتحشري نفسك ليه؟ أنت نصرانية خليكي في دينك، ودول مسلمات أحرار يفعلن ما يشأن. طبعا أنا بنكر على الأخوات إنهم يكونوا سبب في شماتة هؤلاء النصارى، هؤلاء الحقدة على المسلمين. في المسلمين المفترض انت كأخت مسلمة تكوني نبيهة وحصينة، ولما يكون في حاجة عايزة تعمليها بلاش تشمتوا فينا أعداء الدين، بلاش تشمتوا فينا هؤلاء الكفار لو سمحتوا. عموما نرجع للنصرانية. زعلانة ان المسلمة منتقبة وانها مصورة نفسها مع امها بالنقاب في الصورة، وانهم عاملين احتفال بده، وعاملة حلقة طويلة عريضة على فكرة يا جماعة بتسخر من المسلمات، وبرنامجها أصلا بعنوان المرأة المسلمة مع إنها نصرانية. أنا لا أدري لماذا لا تتكلم في دينها، ولماذا لم تعرض المرأة النصرانية وكيف يعاملها كتابها المدعو مقدس، وانشغلت بالمرأة المسلمة. وأنا بدوري في هذا اللقاء سأعرض عليكم لماذا هذه النصرانية لا تجرؤ على أن تذكر كيف تعامل المرأة النصرانية في نصوص كتابها، وسخرت نفسها للسخرية من المسلمات. وده أدل دليل على أنهم يحقدون علينا. حقد يا جماعة، وزي ما بقول لكم هذا إحساس بالنقص. دايما بركز على المعلومة دي. دول ناس حاسين بالنقص. هذه النصرانية الحاقدة حاسة بالنقص، حاسة انها لا طايلة دنيا ولا طايلة اخرة، حاسة انها في دينها مجرد سلعة يلعب بها كما يلعب بالدمية. شايفة المسلمات منتقبات طاهرات عفيفات، حتى لما بيحتفلوا بنظافة، حتى لو بيعملوا معصية. لو افترضنا ان دول الاغاني شغالة وراهم ودي معصية وذنب طبعا ولا شك، برضو انضف من غيرهم واحسن من غيرهم والطف من غيرهم، في الوقت اللي بنلاقي بعض الكنايس عاملة دي جي للرب يسوع، يحتفلون ويرقصون احتفالا بالرب يسوع والرجال مع النساء. فالنصرانية سايبة النصارى وجاية علشان تشمت وتنتقد أخواتنا المؤمنات المنتقبات. والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا هذه النصرانية لا تعرض أفعال نساء النصارى؟ ليه ما بتعرضش فيديوهات لنساء النصارى وتعلق عليها؟ ليه ما بتعرضش لهذه النصرانية الشامية، أنا مش هقول اسمها، اللي عاملة برنامج كامل للدعارة الجنسية؟ ليه ما بتعرضش للنصرانية اللبنانية اللي بتعمل أفلام إباحية أعزكم الله، وهي خرجت من لبنان طبعا ولبنان كلها على راسي؟ ليه ما بتعرضش نساء النصارى وأفعالهن؟ ليه شغلة نفسها بالمسلمات المنتقبات؟ والجواب هو إن نصوص كتابها المقدس يندى لها الجبين. خد معايا حضرتك، عندك النصرانية اللي بتتريق على المنتقبات، هذه النصرانية بعينها كده في كتابها المقدس متهمة بأنها نجسة. النص كما ترى أمام حضرتك بيقول: وإذا كانت امرأة لها سيل وكان سيلها دما في لحمها ف7 أيام تكون في طمثها. لما تحيض تفضل 7 أيام، حلو. وكل من مسها يكون نجسا إلى المساء، وكل ما تضطجع عليه في طمثها يكون نجسا، وكل ما تجلس عليه يكون نجسا، وكل من يمس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء، وإذا كان على الفراش أو المتاع الذي هي جالسة عليه عندما يمسه يكون نجسا. هذه النصرانية اللي بتشمت في المنتقبات في دينها متهمة بأنها مش نجسة، لا، مستنقع نجاسة.
ناقلة للنجاسة، اللي يلمسها، اللي تقعد عليه، اللي تنام عليه يصير نجسا. رجل لمسها صار نجسا، فراش قعدت عليه صار نجسا، سرير مضطجع ونام عليه صار نجسا. فهي تعرف أنها في كتابها نجسة، في الوقت الذي نجد أن الإسلام كرم المرأة ولم يتهمها ولا مرة بأنها نجسة أبدا، لا في حيض ولا في نفاس ولا في غيره، بل قال رسول الله إن المؤمن لا ينجس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه النصرانية نجسة، فهل هينفع إنها تعمل برنامج عشان تطلع تقول إن المرأة النصرانية نجسة؟ لا، هي تيجي للطاهرات العفيفات المنتقبات المحترمات اللي حتى لما بيرتكبوا معصية زي ما انتوا شفتوا في الفيديو كده بيرتكبوه بنظافة أنظف من غيرهم بكتير. هذه المرأة مش بس نجسة في دينها يا جماعة، لا، ده زي ما قلت لك كل الأمتعة اللي بتلمسها وهي حائض بتكون نجسة. النص يقول كل الأمتعة التي تجلس عليها تكون نجسة كنجاسة طمسها، زي ما الدم اللي بينزل منها نجس كذلك الأمتعة التي تجلس عليها هتكون نجسة. ده للمرأة في النصرانية واليهودية. لم تتكلم هذه النصرانية عن المرأة المسيحية، لأن المرأة عندهم مهدرة الكرامة للأسف الشديد، لا كرامة لها، ده في نصوص الدين. علشان كده أوروبا لم تتقدم إلا لما ألحدت، لما نحوا الدين وربطوا آخر كتاب مقدس بأمعاء آخر رجل دين عندهم زي ما بيقولوا، هنا بدأت النهضة الأوروبية. المرأة في النصرانية يا جماعة واليهودية يمكن أن تتزوج بالإكراه، يعني حضرتك لو اغتصبت امرأة تقدر تتزوجها عادي خالص. النص زي ما حضرتك شايف كده في التثنية بيقول إذا وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة فأمسكها واضطجع معها، ماشي في الشارع لقى واحدة فقال لها أنت مخطوبة؟ قالت له لا. أنت عذراء؟ قالت له آه. أما مسكها في جنب الشارع واضطجع معها يعني زانى فيها. حضرتك إيه اللي يحصل يا سيدي؟ فوجد، اتمسكوا مع بعض، يعطي الرجل الذي اضطجع معها لأبي الفتاة 50 من الفضة، يدفع له 50 درهم فضة كده، وتكون هي له زوجة من أجل أنه قد أذلها، يعني اغتصبها، لا يقدر أن يطلقها كل أيامه. واحد ماشي في الشارع خد واحد اغتصبها والناس مسكته، ينضرب، ينسجن، يقال له أنت أهنت كرامة المرأة، أنت اغتصبت حقها. لا، يطلع من جيبه 50 درهم فضة كده يرميهم على الأرض الأب الفتاة، ويسحب وراء الفتاة إلى بيته وتصير له زوجة ولا يقدر أن يطلقها. هذه هي حريتهم في كتابهم المدعو مقدس، والنصوص معروضة أمامي على الشاشة. هذه النصرانية اللي بتستنكر على المنتقبات احتفالاتهم وبتشمت فيهم ومضحكة الناس عليهم في برنامجها اللي تحت عنوان المرأة المسلمة، ما تقدرش تتعرض للمرأة النصرانية ولا اليهودية، لأن حتى المرأة النصرانية واليهودية في دينهم ممكن تقسم كما يقسم الميراث. والله زي ما بقول لحضرتك كده، لما الراجل يموت ممكن مراته في دينهم، في دين النصارى واليهودية، تقسم كما يقسم الميراث، زي ما بنوزع الكنب والفرش والأغطية والحلل والأواني في البيت بنوزع النسوان كمان. ده في دين مين؟ في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، ده في دين الله محبة وأحب أعداءكم، في دين اللي يضربك على خدك الأيمن ألمين اديله الآخر يديلك عليه ألمين كمان. النص زي ما حضرتك شايف على الشاشة كده بيقول إذا سكن إخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن، واحد متجوز لسه جديد وطلع عمل حادثة ومات وما عندوش عيال، ايه اللي يحصل؟ فلا تصير امرأة الميت الى خارج لرجل اجنبي، يعني ما فيش حد تاني يتجوزها. طب هنجوزها مين؟ قال لك اخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة. ماتت، ده حكم توراتي، والتوراة هي العهد القديم المعترف به عند النصارى، ما يقدروش ينكروه. الراجل مات، مراته تقدر تختار الزوج اللي يناسبها بحريتها زي ما في الإسلام بيحصل؟ لا، الرجل مات، أخو زوجها يتجوزها رغم أنفها. مش بس كده، لا، ده النص بيقول إيه؟ يدخل عليها ويتخذها، يعني يدخل الأول بعد كده تبقى مراته بقى، خلاص يضمنها. طالما أخوه مات هو يدخل على مراته، فلما يدخل عليها يعني جامعها، خلاص كده صارت له زوجة، لا لها رأي ولا اختيار ولا احترام ولا حرية ولا نراجعها ولا أي شيء. طالما دخل بيها خلاص صارت زوجة
أخو اللي مات. والنص حتى بيقول ويقوم لها بواجب أخي الزوج، والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميت لئلا يمحى اسمه من إسرائيل. يعني لو الأخ دخل بزوجة أخوه الميت وخلفت عيل، احتراما للي مات هنسمي الواد البكر باسم أخوه الميت، وكده توتا توتا خلصت الحدوتة. طيب لو افترضنا إن أخو الزوج رافض يتزوج زوجة أخوه، يعني واحد أخوه مات وهو رافض يتزوج مرات أخوه، مش عايز يتجوزها. احنا قلنا في النص الأول إن الزوجة ملهاش اختيار، أخو الزوجة هيدخل عليها على طول. طب الآن لو أخو الزوج نفسه رافض، يعني هو مش عايز ينام مع مرات أخوه الميت، شوف النص التوراتي بيقول إيه في سفر التثنية: وإن لم يرضى الرجل أن يأخذ امرأة أخيه اللي هو مات، لو مرضيش يدخل بمرات أخوه اللي مات، تصعد امرأة أخيه إلى الباب إلى الشيوخ وتقول، مرات أخوه بقى هتعمل له فضيحة بجلاجل: قد أبى أخو زوجي أن يقيم لأخيه اسما في إسرائيل، لم يشأ أن يقوم لي بواجب أخي الزوج، يعني مرضيش ينام معايا حضرتك. فيدعوه شيوخ مدينته ويتكلمون معه، يعني يرجعوه: يا ولد ارجع نام مع مرات أخوك، يا واد عيب ارجع نام مع مرات أخوك. طيب فإن أصر، لو رفض، شوفوا بقى، وقال لا أرضى أن أتخذها، لو مرضيش ينام مع مرات أخوه، تتقدم امرأة أخيه إليه أمام أعين الشيوخ وتخلع نعله من رجله وتبصق في وجهه وتصرخ وتقول: هكذا يفعل بالرجل الذي لا يبني بيت أخيه، فيدعى اسمه في إسرائيل بيت مخلوع النعل. دي مش قصة، ده نص مقدس في كتابهم المدعو، مقدس في كتاب النصرانية اللي بتشمت من المنتقبات، ان لو واحد مرضيش ينام مع مرات اخوه الميت تروح تفضحه فضيحة بجلاجل، فالشيوخ يراجعوه، فلو رفض وأصر تقوم تبصق في وجهه وتخلعه النعل، وبعدين يسموه في إسرائيل بيت مخلوع النعل. شفتوا الحرية في النصرانية واليهودية؟ شفتوا ازاي الإسلام وحش وكخة وظالم المرأة، لدرجة ان نصرانية عاملة برنامج علشان خاطر تسخر فيه من المسلمات المنتقبات. وأخيرا علشان ما طولش على حضراتكم، اسألوا هذه النصرانية اللي عاملة برنامج تحت عنوان المرأة المسلمة علشان خاطر تسخر فيه من المسلمات ومن دين المسلمين، روحوا اسألوها كده، قولوا لها انت كنصرانية مأذون لك ان تتكلمي في الكنيسة؟ احنا عندنا المسلمات بيتكلموا في المساجد، عندنا امرأة راجعت امير المؤمنين عمر بن الخطاب وهو بيخطب على المنبر، وراجعته في الكلام وغلط نفسه وسمع كلامها. لما أراد عمر بن الخطاب أنه يحدد ثمن المهر، المرأة قالت له لا، ليس هذا في كتاب الله. وسيدنا عمر راجع نفسه وأقر المرأة على رأيها، ده في المسجد حضرتك. لكن بقى اسألوا هذه النصرانية هل تستطيع أن تتكلم في الكنائس؟ هتتكلم ازاي؟ وبولس اللي بيعتبروه رسول ومؤسس للمسيحية قال كده كما في النص في رسالته لأهل كورنثوس، بيقول: لتصمت نساؤكم في الكنائس. تخرسي وانت في الكنيسة، فانت مش قادرة تتكلمي في الكنيسة، جاي على الطاهرات العفيفات المنتقبات وتطولي لسانك القذر المليء بشرب الخمر على أساس إنها دم الرب. بولس بيقول: لتصمت نساؤكم في الكنائس لأنه ليس مأذونا لهن أن يتكلمن. اوعي تنطقي، بل يخضعن. عارفة يعني ايه يخضعن؟ روحي كده اقرأي يعني ايه يخضعن عند ابن منظور علشان تعرفي ان مين اللي أهان مين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. وأختم برسالة الأخوات المسلمات: يا معشر المسلمين، ما تكونوش سبب في ان هؤلاء الأرازل يشمتوا في دينكم. أختي المنتقبة، بلاش تكوني سبب انك تخلي إنسانة رذيلة زي دي تشمت في دينك وتشمت في المسلمين وتديها دافع انها تطلع الفيديو علشان تخلي الناس تسخر منا. بلاش يا جماعة كده، بلاش نعمل حاجات ملهاش لازمة، بلاش نعصي الله عز وجل ونجاهر بالمعصية. الموسيقى حرام، واللي انتوا بتعملوه ده ما يصحش في العالم بالشكل ده. انتوا في الأول والآخر بنات، فبلاش تدوهم مسوغ يشمتوا في دينكم من خلالهم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. إني وقفت لنصر دينك همتي،
وسعادتي ألا بغيرك أقتدي.